انا هنا فوق الجبل شايفه كل حاجه من فوق، مش مجرد حس، انا تاريخ، انا اللي شفت الحروب والملوك والانتصارات. مستعد تسمع حكايتي؟ انا قلعه صلاح الدين الايوبي. تفتكر انا اتبنيت ليه؟ من 850 سنه صلاح الدين الايوبي قرر يبني هنا اقوى قلعه في مصر. يا ترى ليه؟ لانه كان شايف ان البلد محتاجه حصن يحميها من الاعداء، وعلشان كده انا اتبنيت في اعلى نقطه في القاهره تشوف كل حاجه وتحميه كل حاجه. انا مبنيه على جبل المقاطم، وده موقع استراتيجي خلاني اتحكم في اي هجوم على القاهره. انا مش بس جدران وحجاره، انا كنت مركز الحكم في مصر لاكتر من 700 سنه. من هنا الملوك حكموا والمعارك اتخططت، وهنا التاريخ كان بيتكتب بكل تفصيله فيه. انا كنت مقرر الحكم من عصر صلاح الدين لحد عصر محمد علي باشا. مش بس حصن للحروب، جوايا اماكن عمرها قرون زي مسجد محمد علي اللي بيقولوا عليه جامع المرمر بتحفه معماريه، والنهارده واحد من اهم معالم القاهره. مسجد محمد علي اتبنى سنه 1830 واستوحي تصميمه من جامع السلطان احمد في اسطنبول. وفي كمان المتحف الحربي اللي بيحكي تاريخ الجيوش والمعارك اللي انا شفتها بعيني. بس مش كل حاجه واضحه للناس، في سر تحت منه، الانفاق السريه اللي بيقولوا ان صلاح الدين كان بيستخدمها للهروب وقت الخطر. هل فعلا في انفاق بتوصل لحد النيل؟ الانفاق دي كانت وسيله للهروب في حاله الحصار، وبعضها بيقولوا انه بيوصل لحي السيده عائشه. محدش عارف الحقيقه كامله لحد النهارده. لكن انا مش بس شفت انتصارات، انا شفت برضه ابشع مجزره في التاريخ، مذبحه القلعه سنه 1811 لما محمد علي خدع المماليك وجمعهم جوه القلعه بحجه الاحتفال، وبمجرد ما دخلوا اتقفلت الابواب وبدات افظع مجزره في التاريخ انتهت بالقضاء على حكمهم تماما. لكن الحقيقه دي مش كل الحكايه، انا مخبيه اسرار اكتر من اللي حكيناها. استنونا في الحلقه الجايه هنكشف اسرار اماكن تانية من تاريخ مصر. لو عجبتكم حكايتي خليكم معانا علشان نكتشف اماكن تانية بتحكي عن نفسها. تفتكر ايه المكان اللي جاي؟ وكل ده فكره تنفيذ العبد لله مهند احمد علشان نوصل ليكم تاريخ مصر العظيم في احلى ايام رمضان. تابعونا لكل جديد. لو عجبتكم الحلقه متنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو علشان غيركم يكتشف الحكايات دي. رمضان كريم.